قالت الحكومة الفيدرالية النيجيرية إنه من المتوقع أن يبدأ بناء مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب في سنة 2024. جاء الإعلان خلال استقبال وزير الدولة للموارد البترولية النيجيرية اليوم بأبوجا وفدا مغربيا يقوده سفير المملكة في نيجيريا موحى أعلي تغما. وقال موقع دويل نيوز النيجيري إن الجانبين أجريا مناقشات ثنائية حول التعاون والالتزام نحو استكمال مشروع خط الأنابيب عبر المحيط الأطلسي وكذلك تطوير مصنع الأسمدة في نيجيريا. وذكر الوزير أنه في الوقت الحالي يتحدث العالم عن تغير المناخ والغاز الطبيعي هو السبيل الأكيد لتحقيق انبعاثات منخفضة الكربون، لذا يتعين علينا أن نكون جادين بشأن استخدام الغاز لتحقيق الرخاء. من جانبه وصف السفير المغربي المشروع الذي انطلق سنة 2016 بأنه الأهم في إفريقيا بهدف تصدير الغاز إلى أوروبا، معلنا أن الدراسات الفنية والاقتصادية ستنتهي مطلع العام المقبل. وأضاف أعلي تغما أن الحكومات المشاركة يمكن أن تقرر بدء بنائه في سنة 2024، موضحا أن الهدف من هذا المشروع ليس نقل الغاز فقط بل أيضا توفير بعض الفرص لتنمية الدول الواقعة بين نيجيريا والمغرب لتزويد الطاقة. وكشف السفير أن مجموعة المكتب الشريف للفوسفات أكبر مصدر للأسمدة في العالم افتتحت مصانع في ولايات كادونا وسوكوتو وأوغون، مضيفا أن بناء مشروع مصنع آخر للأسمدة بقيمة $1.5 مليار في أكوا إيبام سيبدأ دجنبر المقبل.